دار مهجورة في ضواحي طنجة، الناس كاملين كيخافوا يدوزو من حداها. اي واحد تخليها كيخرج مريض نفسيا يا ما كيرجعش اصلا. ولكن اللي وقع لايوب ما كان حتى واحد كيتوقعه. تفضوا وخليو التعليقات مفتوحة، حيت هاد القصة غادي تخليكم تشكوا حتى في الصوت ديال الباب ديال داركم بالليل. ايوب كان شاب عنده 23 عام، كان كيصور فيديوهات ديال الرعب في اليوتيوب باش يطلع المشاهدة. نهار سمع على دار الحاج ميلود المهجورة، قرر يدخل يصور فيها تحدي ديال ليلة كاملة. الناس كاملين حضروه، قالوا ليه اي واحد كينعس سما كيسمع الباب كيتحل مع 3 ديال الليل. ولكن هو ضحك وقال هادشي غير خرافات ديال الدراري. شد الكاميرا ديالو ودخل الدار مع صاحبو حمزة. داخل الدار كانت مظلمة، ريحة الرطوبة عامرة المكان، الحيوطة مخدوشين وكاينين كلمات مكتوبة بالدم ما تحلمش. الباب الثاني، حمزة بدا خايف وقال أيوب خويا نخرجو ما مرتاحش هنا. ولكن أيوب بقى كيضحك قدام الكاميرا باش يدير المحتوى ويطلع المشاهدة. داز الساعة الأولى، الساعة الثانية، حتى وصلت 3 ديال الليل. وفجأة صرح الباب بعيد في الدار تحل بوحدو. الكاميرا بدات كتهز وحمزة قال بصوت مرعوب أيوب شكون حل الباب؟ ولكن المشكل هو ان الباب مسدود بالحديد من برا. الرعب الحقيقي. ايوب قرب الباب هو كيضحك بخوف، فتح الباب بشوية ولقى غرفة صغيرة وسطها كرسي قديم، وفوق الكرسي الصورة ديالو هو شخصيا. حمزة بدا كيغوت هادي صورتك شكون جابها هنا؟ وفجأة سمعوا صوت مرأة كتهمس بقيتو بجوج، خاص واحد يبقى. الضو طفى كامل، الكاميرا طاحت والصوت الغواش عمر الدار. النهاية الصادمة، من بعد 3 ايام البوليس لقاو ايوب خارج الدار جالس في الزنقة ساكت وعينيه حمرين. ولكن حمزة اختفى بلا اثر. الشرطة رجعت تشوف تسجيلات الكاميرا، لقاو فيديو مرعب. ايوب كان واقف بوحدو طول الليل كيهضر مع الحيط وكيضحك بوحدو. اما حمزة ما كانش ظاهر في الفيديو اصلا. يعني حمزة ربما مات من سنين وايوب كان داخل الدار مع شي حاجة اخرى. الا كنتي بلاصة ايوب واش كنتي غادي تدخل لهاد الدار؟ وما تنساش تكتب لي في التعليقات شنو اكثر لحظة خوفاتك في القصة.